أواخر الستينات دكتور والتر ميشيل أستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد عمل تجربة اشتهرت جدا وقتها لحد دلوقتي اسمها تجربة المارشميلو. إيه بقى التجربة دي وإيه اللي حصل فيها؟ ده اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لأن ده حقيقي بيساعد. أنا أمير ودي مش عارف. الباحثين جابوا مجموعة من الأطفال سنهم ما بين 4 ل5 سنين وحطوا كل طفل في أوضة لوحده على ترابيزة وقدامه طبق فيه قطعة مارشميلو واحدة وقالوا له قدامك اختيارين، انت ممكن تاكل القطعه دي دلوقتي عادي، لو استنيت لمده 15 دقيقه من غير ما تاكلها هتاخد قطعه زياده. اغلب الاطفال وبكل ثقه اختاروا ان هم يستنوا. المهم الباحثين خرجوا والطفل بقى لوحده في الاوضه مع مارشميلو دقيقه دقيقتين، اللي بدا يبحلق فيها ويعرق واللي يهرش واللي يشمشم فيها زي الفيران واللي يلحسها واللي بدا ياكل منها حتت صغيره من غير ما حد ياخد باله. في النهايه اغلبهم ضعف وما قدروش يتحكموا في الاغراء اللي قدامهم وما تصرفوش زي ما كانوا متوقعين نفسهم في المستقبل. عدد صغير قوي من الاطفال اللي مسك نفسه 15 دقيقه كامله. بعد سنين الباحثين عملوا فحص على الاطفال اللي اتعمل عليهم التجربه دي، بس لما وصلوا لمرحله الثانويه لقوا ان الاطفال اللي قدروا يتحكموا في نفسهم وما كلوش المارشميلو كانت صحتهم احسن وجسمهم كان افضل وما تخنوش وكانوا اقل عرضه للادمان وجابوا درجات اعلى في امتحان السات المعروف. دان ايرلي وقف على مسرح تيد وسال الجمهور، لو قلت لكم تاخدوا نص علبه شوكولاته دلوقتي حالا ولا علبه كامله كمان اسبوع، اختاروا ايه ساعتها؟ معظم الجمهور اختار نص علبه دلوقتي حالا. فسالهم تاني، طيب لو قلت لكم تاخدوا نص علبه شوكولاته بعد سنه ولا علبه كامله بعد سنه واسبوع، اختاروا ايه؟ الغريب ان الاغلبيه اختاروا علبه كامله بعد سنه واسبوع. على فكره هو نفس السؤال، هما في الحالتين هيستنوا اسبوع زياده عشان ياخدوا علبه كامله، بس قرار الجمهور اتغير ما خلينا الخطه في المستقبل البعيد. فالاغلبيه قالوا بما اني هستنى سنه فيها ايه لو استنيت اسبوع زياده واخد العلبه كامله. وده ليه؟ دان ايرلي رد وقال لان احنا في مخيلتنا بنبقى مثاليين دايما في المستقبل، هنواظب على الرجيم، هنلعب رياضه، هنذاكر اول باول، وهنستمر في الكورسات مش هنسيبها، وقت ما نعوز نبطل سجاير هنبطلها، وهنعمل بلاوي. بس للاسف فعليا تصرفاتنا في المستقبل مش بتكون زي ما احنا متوقعين او مخططين. طب ليه؟ لان مخنا في الغالب بيضعف قدام الاغراء اللي متاح قدامه دلوقتي. هو بيدور على مكافاه دلوقتي حالا مش بعدين. المكافاه بالنسبه له هي نسبة من الدوبامين تدخل له وتبسطه. انت عارف ان انت لو استمرت في الكورس للاخر وخدت الشهادة او ذاكرت اول باول ونجحت هتفرح جدا وتصور الشهادة وتنزلها على الفيس، هتاخد جرعة دوبامين عالية بس قدام. لكن تقدر دلوقتي تسيف الكورس او تاجل المذاكره وتفتح الفيس تنزل اي بوست دلوقتي، هتاخد لايكات وكومنتات وشير بعد دقيقتين، ساعتها هتاخد جرعه دوبامين دلوقتي حتى لو صغيره بس هتبسطك دلوقتي، فهتفضل قاعد على الفيس. وانت عارف ان انت لو انتظمت على الجيم لفتره وخسيت او بطلت تدخين هتفرح جدا وهتقول للناس كلها على انجازك ده وهتاخد جرعه دوبامين عاليه. بس لو عديت قدام محل شاورما سوري وما قدرتش تقاوم وكلت واحد او اتعصبت فصاحبك عزم عليك بسجاره هتنبسط وهتاخد جرعه دوبامين دلوقتي هتبسطك حالا. فبكده مش هتخس ومش هتبطل تدخين. احنا دايما بنكسل بنأجل الحاجات المهمه والضروريه عشان عامل الزمن اللي بيخلينا نفقد الدافع او الحافز في اننا نستمر في الحاجه دي حتى لو هي مهمه جدا، لان مخنا عارف ان المكافاه بتاعتها لسه في المستقبل مش دلوقتي. طيب هنفضل نسيف ونأجل كده دايما؟ خلاص مفيش امل؟ لا في. جونا لير بعد ما حكى عن بحث والتر ميشيل في مقال ممتاز في صحيفه نيويوركر كتب ان هو استنتج التالي بعد ملاحظه استغرقت مئات الساعات للاطفال من خلال الفيديوهات، ان الاطفال اللي قاوموا الاغراء استخدموا استراتيجيه تشتيت الانتباه. بدل ما يستحوذ المارشميلو المثير جدا على تفكيرهم، الاطفال شغلوا نفسهم بان هم يغطوا عينيهم عاملين نفسهم بيلعبوا استغمايه تحت الترابيزه او قعدوا يغنوا، المهم يعملوا اي حاجه تشتت انتباههم ورغبتهم في المارشميلو اللي قدامهم. لو بتفكر في اللذه بتاعت المارشميلو هتاكله. السر ان انت تتجنب التفكير فيه، يعني بطل تفكر في الحاجات اللي هتفوتك لو ما فتحتش الفيس واللي على فكره اغلبها هري، او تفكر في طعم سندوتش الشاورما او البيتزا اللي صاحبك بياكلها قدامك، او متعه صاحبك وهو بينفخ دخان السيجاره في استمتاع مؤقت. شتت تفكيرك باي حاجه تانية، ودي الاستراتيجيه الاولى. دان ايرلي حكى في محاضرته في تيد عن قصته مع الاستراتيجيه التانية واللي نجحت معاه. باختصار قال ان حصل لي نقل دم ملوث بعد حادثه حصلت لي وده ادى ان انا اتصبت بفيروس سي، ومن حسن حظي ان اداره الاغذيه والعقاقير كانوا بيعملوا اختبارات طبيه على دواء يقدر يعالج فيروس سي، فلو ما قدرتش انضم للاختبارات دي احتماليه موتي هتكون كبيره جدا في القريب العاجل بسبب تليف الكبد. المهم اني انضميت وكان ده اكبر اختبار للتحكم في النفس. كان مطلوب مني اخد
3 حقن اسبوعيا مع نفسي لمده سنه ونص بانتظام، واستحمل الاثار الجانبيه الزباله للدواء. لو قدرت اعمل كده فممكن ما اتصابش بتليف الكبد بعد 30 سنه من دلوقتي، تخيلين؟ المهم ان دان نجح في الانتظام على الدواء وتعالج الحمد لله. الاهم بقى ان اداره الدواء والعقاقير قالوا له انت الوحيد اللي فضلت تاخد الدواء على مدار سنه ونص. دان بيقول انا ما كانش عندي تحكم في النفس ولا صبر ولا حاجه، بس عملت حيله صغيره مع نفسي ونجحت. انا بحب الافلام جدا، ففي الثلاث ايام بتوع الحقن كنت بعدي في طريقي على محل بيبيع سيديهات افلام، واجر شويه افلام حلوه كده افضل شايلهم في شنطتي طول اليوم، وافضل ابص عليهم وانا متشوق اروح عشان اقعد اشوفهم. ادخل البيت اطلع الحقنه اخدها وافتح الفيلم فورا قبل ما احس باي اثار جانبيه. الفكره اني ربطت شيء متعب جدا وكافئته هتيجي بعدين بشيء بحبه جدا ومكافئته دلوقتي. انا برمجت مخي على ان بعد الحقنه في وجبه شهيه اللي هي جرعه الدوبامين، فخلقت حافز لمخي يخليني اقوم اخد الحقنه وما كسلش. اربط شيء حلو بشيء وحش، يعني دور على حاجه بتحبها جدا وقول هبدا في فرصه شويه وبعدين اعمل الحاجه دي. اخلق مكافاه دلوقتي، هي دي الاستراتيجيه التانيه والاهم. في النهايه ترمومتر نجاحك في المستقبل هو حاجه واحده، ان انت تقدر تقاوم المارشميلو. اخيرا وليس اخيرا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو انت عايز تشوفني في المستقبل تاني. سلام.